أيوه، أنا عارفة إن معظمكم مستغرب، يعني إيه ماعز ب1700 جنيه، ويعني إيه خروف ب2000 جنيه، ومش بس كده، ده كمان الأسعار دي شاملة الإطعام، وبقى سهل جدًا عليكم إن أنتم تعملوا إطعامات وعقائق لأولادكم، وكمان سهل جدًا تعملوا صدقات زي ما أنا وأخواتي عملنا قبل كده عن والدي وعن والدتي. وطبعًا ناس كتير جدًا استغربت إن الأسعار هناك رخيصة، وكل الناس عايزة تعرف إيه سر رخص الأسعار دي، وعلشان كده قررت إن أنا آخد الخطوة دي زي ما هتشوفوا كده. وطبعًا كان لازم أروح أشوف الكلام ده بنفسي، وكان لازم أوثّق لكم إيه اللي بيحصل وأكون عينيكم علشان تبقوا مطمئنين، وخصوصًا إن في ناس كتير بتقدّم الخدمة دي، لكن للأسف مش كلّهم ثقة، وفي للأسف يعني تجارب ناس كتير جدًا عانت منها، علشان كده أنا كان لازم أروح لمكان ثقة عشان أنتم كمان تبقوا مطمئنين له. هنا باوثّق لكم لحظات من الرحلة اللي أنا مرّيت بيها، علشان كانت بصراحة كنت مستمتعة جدًا، وغير كمان الأجواء هناك يا جماعة، الطبيعة في البلد دي رهيبة. أنا كنت فين يا جماعة؟ أنا كنت في دولة تنزانيا، وتحديدًا مدينة اسمها سنجيدة، مدينة بينها وبين العاصمة دار السلام أكتر من 13 أو 14 ساعة بالأوتوبيس، وعلى قد ما كانت الرحلة شاقة جدًا إلا إنها كانت ممتعة جدًا، جدًا. المناظر الطبيعية هناك يا جماعة سبحان الله، البلد دي ربنا يحابيها بنعمة، يمكن هي السبب الرئيسي في انخفاض أسعار اللحوم الرهيب اللي إحنا شايفينه واللي بنسمع عنه دايمًا. أول ما وصلت القرية اللي فيها الإطعام طبعًا لقيت خلية نحل وكمية بشر يا جماعة، كل شوية في تزايد ما شاء الله، سواء سيدات أو رجال أو أطفال، كل واحد ليه دور في اليوم ده. طبعًا الأطفال دورهم إن هم ينتظروا الأكل إن هو يجهز، أما السيدات بقى كان دورهم إن هم يجهزوا الإطعام، أما الرجالة بقى كان دورها إن هم يذبحوا ويشفوا الذبايح بتاعة اليوم ده علشان الإطعام. وطبعًا كان مرافقني في الرحلة باشمهندس سيد نافع، وهنا بقى دي لحظة توثيق أحد الذبائح بفيديو بيتصور ويتبعت لصاحب الذبيحة، وده المتبع دايمًا أي حد بيبقى ذابح معاهم بيصوروا له فيديو موثق علشان هو يبقى متطمن، وكمان تبقى ذكرى حلوة ليه ولابنه لما يكبر إن شاء الله. طبعًا الموضوع مش مقتصر يا جماعة على العقائق وبس، لأ ده كمان تقدري تعملي إطعام عن والدِك أو والدتِك. أنا عن نفسي أنا وأخواتي عملنا كده لوالدي ووالدتي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم يا رب ويجعلهم من أهل الجنة. تعالوا بقى أجاوبكم على أهم سؤال، وهو ليه الأسعار هناك رخيصة أوي كده، وإيه السر ده يا جماعة؟ السر في اللي أنتم هتشوفوه كده، ركزوا معايا. أنا رُحت يا جماعة بنفسي مزرعة من مزارع الريان المنتشرة موجودة هناك. أنا كنت طبعًا في ضيافة مؤسسة الريان، ودي إحدى مزارعهم الموجودة في دولة تنزانيا، في مدن تانية كتير، دي مزرعة منهم. وعايزة أقول لكم السبب في انخفاض أسعار اللحوم هناك هو يا جماعة إن كل حاجة هناك المرعى فيها طبيعي زي ما أنتم شايفين كده، ما فيش أي تدخُّل بشري في الموضوع، ما فيش بقى ولا أعلاف ولا خلطات أعلاف ولا ارتفاع أسعار أعلاف، كلّهم زي ما أنتم شايفين كده أكلهم من المراعي الطبيعية اللي موجودة هناك، حتى المَيّة اللي بيشربوها مياه آبار، يعني تقدروا تقولوا كده الموضوع أورجانيك 100%. علشان كده الأسعار هناك فرقها رهيب ما بينها وما بين هنا، وده بدوره يسّر لناس كتير جدًا إن هم يعملوا عقائق لأبنائهم ما كانوش عارفين يعملوها في هنا، فالفكرة بقت الحمد لله يسيرة جدًا. هاقول لكم تاني الأسعار، سعر الماعز 1700 بالإطعام، والخروف 2000 بالإطعام، أما البقرة ب11.000 والعجل ب11.500، وكل ده بالإطعام يا جماعة. وبيصوروا لكم فيديو موثّق بلحظة الذبح علشان خاطر تبقى عندكم ذكرى حلوة، وكمان لضمان حقوقكم. هاحط لكم إن شاء الله كل تفاصيل التواصل مع مزرعة الريان، وكمان كل أرقام التليفونات. أما بقى لو عجبكم الفيديو فيا ريت تعملوا له لايك وشير، وأتمنى لكم كل خير، وتحياتي ليكم دايمًا رشا الغفير.